السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك فوز نادي الزمالك على نادي بيراميدز بنتيجة 5-4 بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1-1. أحرز أهداف أو هدف نادي بيراميدز إبراهيم عادل المتألق، وأحرز هدف نادي الزمالك أحسن تسعة في مصر سيف الدين الجزيري اللي محيرني واللي شوية في الماتش أدعي له وشوية أزعل منه. صناعة ولا أحسن ولا أروع لناصر ماهر، لكن عندنا سلبيات وحاجات كتير لازم نتكلم فيها وتفاصيل صغيرة في المباراة. كمان هنتكلم على مباراة السيراميكا والأهلي، مباراة أغرب من الخيال، مباراة تحس إنها مباراة من أفلام التسعينات أو الثمانينات وممكن السبعينات. هقول لك ليه وعشان إيه. نادي الأهلي قدر يفوز بنتيجة 2-1 بدون الأساسيين، نصهم كانوا بره، وإزاي وهم بيلعبوا مباراة اسمها مباراة قبل النهائي في السوبر المصري، يعني اللي يتغلب يطلع. طب ازاي اريح الاساسيين؟ ازاي؟ هو انا ضامن او واخد ضمانات ان انا هفوز؟ هقول لك كل حاجه بالتفصيل، لكن الاول اهلا بيكم في قناه الزمالك في قلبي مع اسلام ابو مازن. اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس امرا ندوس لايك، بنطلب لايكاتنا من الزملكاويه بس، لان لو مش هنطلب من الزملكاويه هنطلب من مين؟ بصوا بقى، اتكلمنا امبارح واول امبارح على تشكيل نادي الزمالك وحذرنا من حاجات وقلنا بلاش مبدئيا زياد كمال يلعب في وسط الملعب. زياد كمال لاعب تقيل، مش هو اللاعب المجيد في وسط الملعب، مركز ستة مش تمامه، مش بتاعه. فقلنا لعب بمحمد شحاته، ما لعبش بمحمد شحاته ولعب بزياد كمال. في نفس الوقت حذرت امبارح بس قلت اوعى تلعب محمد شحاته باك يمين، هتخسره لي في نص الملعب، هو اصلا لا يجيد مركز الباك اليمين، غصب عنه مش بمزاجه. حكايه التغطيه العكسيه دي والتغطيه ان هو يغطي على واحد جاي بيلف من وراه بيعمل اوفرلاب والكلام ده كله مش بتاعته، مش حتته يا جماعه، مش ليلتي. برضه صمم ان هو يلعبه. فكانت اضعف جبهه عندنا جبهه محمد شحاته، ولا اشتغلنا بيها هجوميا ولا حتى دفاعيا صراحه. بل بالعكس، المسلوسي كان بيطلع له ومنطقه الجزاء بتبقى فاضيه، واكبر دليل على اللي بقوله الهدف اللي دخل مرمانا وضربه الجزاء. ده انت لو مركز، ضربه الجزاء اللي بتاع صديق جوله، انت عارف مين اللي بيغطي على صديق جوله؟ محمود بن طيب. هو فين المساكين؟ ما هو طالعين لبره، طالعين يشوفوا البلوه اللي معديه بتعمل عرضيه، البلاوي اللي عندنا اللي معديه، في بلاوي بتعدي، مش قصدي على اللعيبه، يعني قصدي على الكوارث اللي موجوده. النهارده جوميز فقد الاستحواذ، جوميز ما تعرفش اشتغل على المباراه ازاي. لكن كل اللي انا عايز اقوله والحمد لله والشكر لله، انا يعني الواحد وجهه نظره بتبقى صحيحه حتى لو شايف وجهات نظر اخرى، انا ببقى متمسك بوجهه نظري. انا من رايي ان نبيل عماد دونجا من احسن الديفندرات رقم 6 في مصر. ناس كتير بتهاجمه وناس كتير بتشتمه وناس كتير بتزعله وناس كتير بتتمنى رحيله، لكن انت من غير نبيل عماد دونجا النهارده وسط الملعب بتاعك كان مباح، مستباح بجد والله. نص الملعب بتاعي خلاص، اللاعب كان شايل كتير كتر خيره كتير. لكن للاسف انا ما اعرفش، في ناس بتهاجم باحترامي ليهم والله وبحترم وجهه نظرهم، بس انتوا عايزين تلعبوا بمين يا جماعه؟ تلعبوا بمين؟ وعدم وجود عمر جابر كان يعني كارثه بالنسبه لنا النهارده. الحمد لله ان المباراه عدت، زي ما قلت لكم، قلت لك بنسبه كبيره هو مصطفى شلبي الاساسي. ناس كتير اتكلمت في القنوات واتكلمت على السوشيال ميديا وقالوا لك كونراد مش لاك في ظل تالقه، وفعلا كان متالق في التدريبات هيبدا اساسي. قلت لك هو حابب مصطفى شلبي، هو مصمم على مصطفى شلبي، هو بيحب الناس القديمه مش الناس الجديده. هتقول لي بيلعب بن طايج، ما عندوش قدامه غير بن طايج، ما بن طايج يا محمد حمدي، ما لازم يلعبه. طيب دلوقتي نادي الزمالك فقدنا وسط الملعب، معظم اللاعبين ما كانوش في حالتهم ولا فورمتهم، واقدر اقول ان الساعه 4 كانت مشكله بالنسبه لنا مع ان الجو كان كويس. لكن كمان ما تنساش تفكيرهم في مباراه النادي الاهلي، ما قدروش يشيلوها من دماغهم. ناصر ماهر كان من احسن لاعبي المباراه، عمل هدف عالمي، ترقيصه عالميه ولمه عالميه. محمد عواد كان على الموعد والميعاد، شال اكتر من كوره. وكمان ما تنساش دي ان
ضربه الجزاء اللي شالها هي اللي كسبتنا المباراه الحمد لله. بيلعب خمس ضربات جزاء، معظم الاحيان بيصد لك ضربه على الاقل. لكن مش هنسى ان احسن لاعب في المباراه كان محمود بن طايب. عمر جابر ونبيل عماد دونجا لو لعبوا ماتش الاهلي هيسهلوا علينا كتير، هيسهلوا كتير قوي. لو ما لعبوش احنا الماتش هيبقى صعب علينا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نسمع خبر نزولهم التدريبات الجماعيه قريبا جدا جدا. مصمم على مصطفى شلبي وتوديه لزيزو ليه هناك، وفقدت الاستحواذ وما كانش فيه تركيز، وشايف زياد كمال مش في احسن حال ومش عاوز تنزل احمد محمود. انا يا جوميز بقلق منك، شويه بتفرحني وشويه بتزعلني وفي مشاكل. المشكله الاكبر كانت عندنا ان احنا ما قدرناش نستحوذ على وسط الملعب، والاهلي لو خد منا وسط الملعب تبقى مشكله كبيره كبيره قوي. نيجي لحكم المباراه. رساله الى اداره نادي الزمالك، احنا لو خسرنا السوبر لا قدر الله انتم السبب. انتم وافقتم ان يكون في حكام مصريين. انا اتحسب عليا ضربه جزاء بتاعه صديق جوله لان كان في تلامس. ماشي ماشي. كان ليا ضربه جزاء بتاعه مصطفى شلبي، نفس ضربه الجزاء دي كانت في ماتش ليفربول اللي اتلعب بعدين على طول امام تشيلسي. هياها محمد صلاح جابها جون العالمي مكه ابو مكه الغالي. وبعدين هوب ما حسبش ضربه جزاء، لا ده ما راحش للفار. احنا بقى جابوها مره واثنين وثلاثه، من فوق من تحت شمال يمين من ورا من قدام، هوب. ده غير فاولين لعبد الله السعيد كان فيهم انذارين ما حسبهمش. ده غير اوتات يعني يحسبها علينا، كورنرات يحسبها علينا، غير المعامله الجافه والناشفه اللي تملي يتعامل بيها قدام لاعبي الزمالك. معرفش، لو خسرنا لا قدر الله بسبب اخطاء تحكيميه اداره الزمالك انتوا السبب، لانكم لم تعترضوا على الحكام. ربنا يوفقنا ان شاء الله. مباراتنا امام النادي الاهلي يوم الخميس باذن الله احنا نقدر نكسب. احنا بمستوانا اللي ما كانش عاجبني ده انا احسن من الاهلي. المباراه ما بتعتمدش مين الاجهز ومين اللي مش اجهز، لكن انا فورمه احسن، واستغل ان انت اللي كسبانهم، واستغل الحته دي كويس قوي قوي. بس ده ابرز ما هتكلم عليه، مش عاوز اقطع اكتر من كده، لكن عايز اقول كلمه اخيره معلش. شفتوا مدى زعلنا من اشرف رؤى لما كان متواجد في الزمالك وكنا بنقول انه مقصر او انه مش اعلى حاجه او لك ان تتخيل ان اشرف رؤى بالنسبه لي النهارده كان يبقى احسن من زياد كمال. انا عايز فلوس يا كابتن حسين، 40 مليون يا كابتن حسين. هقول ايه؟ والله ما عملش غير كورتين حلوين بس في الماتش كله. مش عاوز ابخس حق حد، بس انا مش عاوز اخسر. انا مش بلعب دوري ولسه في ماتشات كتير راحه وجايه، انا مش عاوز اخسر. نخش سريعا كده، عاوزين نشكر جوميز الاول اللي كان متواجد في مباراه الاهلي، يا الله على طول عشان يروح يتفرج على مباراه الاهلي عشان يتابع. نتمنى انه يذاكر المباراه كويس، يشوف كولر دماغه فيها ايه، وان شاء الله يقدر يكون ذاكر المباراه كويس. النادي الاهلي بقى في اول 10 ثواني او 12 ثانيه بيجيب هدف اغرب من الخيال. ايه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ الكره بترجع ورا، المدافع بيشتتها، تخبط في مهاجم الاهلي، تنط في منطقه الجزاء. محمد بسام يقدر يطلع يمسكها بايد واحده مش بايدين الاثنين، راح موطي راسه ومنزل ايده جنبه وسايب محمد طاهر يلعبها. حد يقنعني الهدف ده دخل كده ليه؟ انا مقتنع، انا عارف انا هقول ايه وفي بالي ايه، لكن ليه الكره تخش كده؟ ده انت لو خارج منطقه الجزاء والكره مش في منطقه الجزاء هتلعبها براسك، انت ما شاء الله 100 حاجه و90. يروح موطي راسه ومنزل ايديه عشان الكره تخش جول. بعد كده نادي سيراميكا يمسك المباراه، وتحس ان برضه في شويه اخطاء عماله تتبصل مين؟ هوب 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 للاعيبه الاهلي، والاهلي مش عارف يجيب جول. الاهلي نازل بتشكيل مريح مروان عطيه ومريح اسامه ابو علي ومريح كمان حسين الشحات ومريح عمرو السوليه ومريح احمد كوكا، وبيلعب بكريم ندفد، وبيلعب بامام عاشور قدام جناح، وبيلعب بقفشه اللي ما بيبداش بيه كانه ضامن انه هيكسب، مع انه لو بالتشكيله الخطا دي لو كانت غلب كان خرج. يجي بعد كده انا هكلمك على مصطفى فتحي على فكره، واكلمك على يوسف اوباما برضه، ويروح رايح يتعادل 1-1، ينزل بين الشوطين المفروض بين الاستراحه يعمل تغييراته، يلم نفسه بقى الدنيا مش متظبطه، برضه نازل زي ما هو، وهوب برضه كانه واثق انه هيكسب. يجي كورنر للنادي الاهلي في الشوط الثاني تترفع، طاهر محمد طاهر الكل سايبه،
واثنين من ضمنهم رجب نبيل يطلعوا على القريبه اللي ملهاش اي 30 لازمه ان مساك يطلع على القريبه، ويسيبوا الكره تعدي من فوقهم، طاهر محمد طاهر لوحده يروح حاطها جول. جول غريب خالص والله العظيم، ما فيش جمل اتلعبت من الاهلي. وامام عاشور ده كان طلع نار من بقه ومش عارف ايه، ولا عمل اي حاجه طبعا. هو بس الاعلام عاوز يوريك ان انت تخاف منه. بعد كده يجي رامي ربيعه اخذ انذار، وانذار اقل حاجه انذار. اكرم توفيق هو كمان اخذ انذار. يجي بعد كده اكرم توفيق جاب الكره بايده، المفروض كان يطرد في اخر 10 دقائق. يطردوا ازاي؟ ده عمر كمال طلع مصاب، اكرم توفيق يطرد، ما عندهمش باك مين يلعب الزمالك؟ ما طردوش. ضربه جزاء بنسبه كبيره على بيرسي تاو، بيرسي تاو عملها مع القندوسي، ما اتحسبتش ضربه جزاء. ده حتى ما راحوش للفار، ده حتى ما اتعادتش غير مرتين من زاويه معدومه، زاويه معدومه. الزمالك زي من شويه قلت لك من فوق ومن تحت ومن ورا من قدام شمال يمين من جميع الاتجاهات بيقعدها لك. الاهلي لا، مفيش فار، اوعى تحلم. هل يا ترى امين عمر هيعمل ايه مع نادي الزمالك في مباراه النهائي؟ هل يا ترى امين عمر هيعمل ايه؟ ربنا ينصرنا، امين يا رب العالمين. مصطفى شوبير مش احسن حال، يعني استغلوا ان مصطفى شوبير واقف سددوا عليه. يعني عبد الله السعيد ده يقدر يودي قنبله هناك، ناصر ماهر كذلك. كونراد لازم يلعب، كونراد لازم يلعب يا جوميز. بقول لك اهو لازم، على حساب مصطفى شلبي. يوسف اوباما اللي طلع وقال ان اداره الزمالك ما قعدتش معاه، وهو حلف 100 يمين انه لم يشترط على نادي الزمالك، نزل عمل اداء كويس وراح جايب هدف فيك. لولا ستر ربنا الحمد لله انه طلع اوف سايد وما رضيش يحتفل طبعا. يروح جاي نادي الزمالك تمشيه كده، وده نجم كبير، وياما نصحت وياما قلت محدش صدقني ولا سمعني. وفي ضربات الجزاء حط لك ضربه جزاء معلمه. يجي مصطفى فتحي الحمد لله نزل طبعا ما عملش حاجه، وفي ضربه الجزاء الحمد لله عواد ضيعها، عواد صدها. مصطفى فتحي قال لك ايه؟ الموضوع مش موضوعي، ما يشغلنيش، مش في بالي. لما اتسال على مباراه الزمالك والاهلي في السوبر الافريقي، سبحان الله يا اخي، يمهل ولا يهمل. الحمد لله يعني، الحمد لله. المهم خلاص خلصنا وكسبنا ضربات الجزاء والدنيا تمام التمام. لازم تشوف حل لوسط الملعب لو دونجا ما كانش جاهز. ان شاء الله عمر جابر يبقى جاهز، ان شاء الله عمر جابر هيبقى جاهز باذن الله، وهتقولوا اسلام قال ان شاء الله. ربنا يوفقنا. النادي الاهلي زي ما انت شفت خلاص كسب، نزل اللعيبه. ما تعرفش تحس كده ان اديني واديك بسيط وبسيط، ماتش مش ظريف خالص خالص. ماتش خرج بره كره القدم، اقسم بالله قاعد وعارف ان الاهلي هيكسب. ما انا استحاله العب بالتشكيل ده وما اكسبش. ليه؟ لان انا بلعب بتشكيل اصلا ما العبش بيه في الدوري، قصاد فرقه هتهبط، قصاد فرقه هتهبط اخاف العب. لا ما بالك بلعب في كاس صور ممكن اطلع منه بالتشكيل ده، لكن لعبت. مين قال لك يا كولر لو انت ضامن المكسب كده؟ مين؟ واسلام عيسى يخرجوا الراجل المدرب بتاعهم رمادي، ايمن الرمادي، كابتن ايمن الرمادي، بين الشوطين لبدري، مع انه كان من احسن اللعيبه. ما تعرفش، مش هتفرق. انا كده كده كنت عارف ان احنا هنلاعب الاهلي، والبطوله مش هيبقى لها طعم غير لما تكسب الاهلي. وان شاء الله باذن الله، باذنك انت يا رب نقدر نكسب الاهلي ان شاء الله. نقدر، احنا احسن. وجمهور نادي الزمالك يشكر في ضربه الجزاء الخامسه اللي دخل يشوطها مصطفى فتحي، قعدوا يقولوا عواد عواد عواد. والله العظيم قعدت اقول للناس اللي قاعد معاهم شوفوا جمهور ذكي يشجع عواد ازاي، وعواد راح صادتها عشانهم. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي. ان شاء الله القادم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم.